السلام عليكم. نظرة مختلفة لجزئية من حياة الراحل عماد حمدي، خاصة في الفترة الأخيرة من عمره. صلى على النبي، كل من ليه نبي صلي عليه. هنبتدي الحكاية من مذكرات عماد حمدي نفسه، وهو بيقول إن الناس فاكرة إن فيلم بامبا كشر اللي أنتجته وضاع أموالي كان سبب حزني وزعلي، لكن الحقيقة إن أنا أنتجت الفيلم ده لزوجتي بكامل إرادتي، وإن الزوج لازم يضحي ويقف جنب زوجته ويعمل اللي يريحها ويساعدها في تحقيق نجاحها. وعمري ما ندمت على إني أنتجت الفيلم ده وصرفت عليه، واللي تقريبا حطيت فيه كل ما أملك وقتها. ورغم إني ما كسبتش من الفيلم أي حاجة إلا إن هو حقق الغرض منه ونجح الفيلم والحمد لله، ولكن تجربة إنتاج الفيلم كان ليها آثار لا يمكن أنساها أبدا، وفي تفاصيل كتيرة صعب إن أتكلم عنها ومش عايزة أفتكرها. الظروف دي كلها مع فرق العمر الكبير بينا عمل خلافات زوجية لا تنتهي أبدا، وعشت في الجوازة دي 13 سنة، وكان العمر الافتراضي ليها انتهى من زمان حتى من قبل الانفصال. لكن أنا كنت بحاول لغاية ما لقيت نفسي مش قادرة أتحمل أو حتى أستنى. طب هستنى ليه وعشان إيه؟ فخدت شنطة هدومي ومشيت وسبت لها بيت الزوجية ورحت عند أخويا وتوأمي عبد الرحمن. وناس كتير ما كانتش تعرف إن ليا توأم متطابق، وبالرغم إني خرجت من الجوازة دي يا مولاي كما خلقتني، إلا إن راحة البال كانت عندي أهم حاجة في الفترة دي. الحياة الزوجية الفاشلة والخلافات ممكن تدفع الإنسان إلى الانتحار أو حتى الجنون. كل شيء ممكن يروح إلا راحة البال، هي بس اللي كنت بدور عليها في الفترة دي. بعد كده رجع عماد حمدي يمثل على بسيط، لكن كل حاجة كانت اتغيرت وهو كبر في السن، وكل اللي اتعود عليه اتغير، وظهر ناس كتير تانية خالص، والأدوار اللي بتتعرض عليه كانت بسيطة وثانوية ومش على قد مستوى اسمه ولا نجوميته. فقرر عماد ينسحب ويقضي وقته مع عبد الرحمن في شقته المتواضعة بعد ما هو كمان انفصل عن زوجته. وفي الوقت ده كانت الأيام بتمر تقيلة قوي على التوأم. في وسط ما هما بيحاولوا يسندوا على بعض، هاجم المرض قلب عماد حمدي اللي ما قدرش يتحمل كل الحزن والألم النفسي ده، فراح معهد القلب وقعد شهور هناك يتعالج. وبعد رحلة استمرت شهور من العلاج خرج، ولما رجع البيت قدم له المخرج الكبير حسام الدين مصطفى فيلم سونيا والمجنون، فوافق عليه عماد لأن الشخصية زي ما هو بيقول كانت بتعبر عن معاناته الشخصية. ورغم إنه كان سعيد بالدور إلا إنه اتفاجئ بحذف معظم المشاهد وخروج الدور بشكل مشوه، ده اللي زعله جدا وحزنه. وسط كل التعب اللي هو فيه ده وزعله، لقى إن عبد الرحمن أخوه تعب، فاضطر إن ينقله المستشفى، فأسعفوا الأطباء هناك ومرت التجربة على خير، ورجع عبد الرحمن البيت، لكنه تعب تاني في البيت، وللأسف عماد ملحقهوش وتوفى عبد الرحمن. وكانت دي القشة اللي قسمت ظهر البعير، لأنه كان متعلق بيه جدا، وفقد عماد الأمل الوحيد ليه في التعلق بالحياة، ودخل في عزلة اختيارية تامة، لا بيشوف حد ولا بيخرج من باب البيت، واتدهورت حالته الصحية، وللأسف جاله جلطة في المخ، وكمان جاله مشاكل في العين، وفقد القدرة على إنه يقرأ الجرايد أو حتى يشوف التلفزيون. وفي نفس التوقيت ده اتعرض عليه فيلم سواق الأتوبيس، فقبله لأنه كان محتاج جدا للدور. وبيقول في وسط وانا بمثل الشخصية كنت بسمع همهمات في الكواليس بيتكلموا عليا وبيقولوا شوف الحال اللي هو وصل لها بعد المجد والشهرة، وده اكتر حاجة تعبتني وما قدرتش اتحملها. بمرور الايام زاد الاكتئاب على عماد مع امراض الشيخوخة والوحدة، حتى توفاه الله يرحمه. كان قامة وقيمة كبيرة، لكن الدنيا ما بتسيبش حد على حالها، والسعادة في الله وحده. شكرا ليكم، كانت معاكم أختكم همسة. ادعموني بلايك وسبسكرايب عشان القناة تكبر.